لما احب اعمل حاجة حلوة لولادي او ليا من غير ما اتعب واتعب نفسي واقف في المطبخ كتير واولع الفرن، مفيش اسهل ولا ابسط من الكيكة الباردة اللي هنعملها النهاردة دي. حاجة كده سهلة وسريعة هتعمليها بدون فرن في 5 دقايق تكون جاهزة معاكي. قد ايه جميلة وحلوة وطعمها رائع، بجد تستاهل التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معانا في بولة كده هنحط كوباية من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، حطيت معاه 3 معالق كبار من السكر، وكمان معايا هنا كيس من الكريم كراميل، وكوباية وربع من المية الساقعة. وبدأت ان انا اخلط بالمضرب كويس جدا الخليط ده لحد ما يتقل معايا. بعد ما ضربته حسيت ان الخليط معايا تقيل شوية، فحبيت ان انا اخففه شوية، رحت جاية حاطة كمان ربع كوباية من المية الساقعة، يعني مجموع المية كان 1.5 كوباية من المية الساقعة. طبعا ممكن تقدري تعملي الخطوة دي في الخلاط، مفيش اي مشكلة. بعد كده رحت جايبة معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، ورحت جاية كمان مدوباها في معلقتين من المية المغلية. طبعا لازم تكون المية سخنة جدا عشان تدوب معايا القهوة دي. بعد ما دوبتها كويس قوي جبت كوباية من الحليب، ورحت جاية حاطة عليها بقى القهوة اللي احنا دوبناها دي، ونخلطهم كويس. بعد كده هنجيب بقى اي نوع بسكوت سادة عندك، اي نوع، مش شرط النوع اللي انا استخدمته ده، اهلاوي، لوكس، اي حاجة، ماري، اي نوع من الانواع دي. وهنبدأ ان احنا نجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها. طبعا كمية البسكوت هنا مش هقدر احدد لك قد ايه الكمية، لان ده على حسب حجم الصينية اللي انت هتشتغلي فيها. لو كانت صغيرة شوية فانت هتستخدمي كمية اقل من اللي انا استخدمتها، لو كانت اكبر شوية فممكن هتستخدمي اكبر، فده بيتوقف على حجم الصينية. هتبداي تعملي طبقة اولانية كده من البسكوت في الصينية بتاعتك، وبعد كده هناخد طبقة من الكريمة اللي احنا حضرناها دي، ونبدأ ان احنا نغطي بيها طبقة البسكوت دي كلها. تمام، يعني حاجة سهلة جدا اهي وسريعة، مش تاخد معاكي وقت خالص. دي اول حاجة عملناها. هنبدأ بعد كده نعمل طبقة تانية من البسكوت، برضو هنحطه في خليط الحليب والقهوة سريعة الذوبان، ونبدأ ان احنا نحطه بقى كطبقة ايه تانية كده. وبعد ما نخلصها نروح جايين برضو حاطين طبقة تانية من الكريم شانتيه اللي احنا كنا محضرينه مع الكريم كراميل. انا عملت الموضوع ده قد ايه 3 طبقات او 3 مرات. اخر طبقة بقى خالص هروح جاية حاطة معلقة من المعلقة من النوتيلا، او اللي هي اي شوكولاتة سبريد بالبندق. او لو ما عندكيش نوتيلا فانت ممكن تسيحي مكعب شوكولاتة، ولو ما عندكيش كمان شوكولاتة فانت ممكن تحطي معلقة من الكاكاو. يعني انا سهلتها عليكي خالص اهو، اي حاجة تغير لون الكريم شانتيه وتخليه بطعم الشوكولاتة، مش شرط ان هي تكون نوتيلا. ورحت جايه حطاها كطبقة اخيرة كده، وبعد كده سبتها في التلاجة لمدة ساعة تسقع شوية. ورحت جايبة بقى معايا هنا كان عندي بسكوت بالشوكولاتة، ورحت جايه مفرفتاه كده، ورحت جايه حطاه عشان ازين بيه الكيكه بتاعتي اللي انا عملتها الجميله دي. كيكه سهله وسريعه ومخدتش معاكي وقت ولا مجهود ولا حاجه خالص، في ساعتها كده خلصتيها. بالنسبه بقى للتزيين بتاعها برضو عشان نكمله، حطيت عليها شويه من الكاكاو الخام. واللي دايما بيقولولي ان الكاكاو الخام بيبقى مر، ابدا ما بيبقاش مر ولا حاجه، بالعكس ده بيظبط الطعم جدا وبيخلي طعمها حلو قوي. نيجي بقى لتقديم الكيكة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده بتقدميها بالطريقة دي. الكيكة بتاعتنا النهاردة اسمها الماونتن كيك، وهي كيكة الجبل. قد ايه الكيكة دي جميلة جدا وسهلة وسريعة، وزي ما انتم شايفين هي فعلا منظرها اكنها على الجبل بسبب البسكوت اللي فوق ده، عطيها اكنها حجارة كده على جبل، فهي جميلة جدا.